يومكم جميل ويا رب دايما تكونوا بخير. جه وقت الحدوتة مع ماما شادن، وحكايتنا النهاردة هتتكلم عن فرس النهر. اللي هو يطلع ايه فرس النهر ده؟ اللي هو الهيبو بالانجليزي، وبنقول عليه كمان سيد قشطة باللغة العامية. بس يعني اشمعنى النهاردة هنتكلم عن سيد قشطة ولا فرس النهر؟ هو انت ما تعرفش ان في حرب بحالها قامت واستمرت فوق 400 سنة جوه مصر بسبب سيد قشطة؟ يا شادن قولي كلام غير ده، والله زي ما بقولك كده. وعشان تعرف الحكاية يلا تعالى ورايا. بقى الحكاية وما فيها إن كان في شوية قبائل وكان اسمهم الهكسوس، احتلوا جزء من مصر لفترة كده نقول 200 سنة، أقل أكتر مش ده المهم عندنا. المهم إن هم سكنوا وتمركزوا في الشمال فوق كده عند الدلتا، وفي الجنوب عند أسوان وسوهاج وأسيوط، هو ده جنوب مصر. في الجنوب كان ملك مصر بيعيش في قصره. كده عرفنا إن الهكسوس خلاص فوق في الشمال وملك مصر في الجنوب. يا شادن إيه التفاصيل الزيادة دي كلها؟ أرجوك سامحني واستحملني شوية، كمان حبة هتعرف السبب ليه. المهم في سنة من السنين وشهر من الشهور ويوم من الأيام، بعت ملك وقائد الهكسوس وكان اسمه أبو فيس، بعت رسالة للملك المصري في طيبة. احنا قلنا طيبة دي فين؟ في الجنوب. بعت وقال له: يا ملك الملوك، ده أنا الصداع قاتلني موت، وأنا بصراحة من أصوات أفراس النهر مزعوج، يا إما تسكتهم واسمع إن عندك صوت الهدوء، أو أنا اللي هجيلك وموتهم لك موت. طبعا ده ما كانش نص الرسالة كده، بس أنا قلت أسهلها عليكم شوية. هو قال له أصوات أفراس النهر بتقض مضجعي، وأنا ممكن أجي أذبحهم لك عادي يعني لو أنت مش عارف تسكتهم. مش هي دي المشكلة يلي قلت إزاي حد يجي ويتعدى على ملكية طيبة ويذبح أفراس النهر. السؤال هنا هو صوت أفراس النهر وصل إزاي؟ أنت عارف إن المسافة بين الدلتا وأسوان قد إيه؟ أيوة بالظبط كده، هي نفس المسافة ما بين طيبة اللي قاعد فيها سقن نرع الملك المصري وأواريس اللي قاعد فيها أبو فيس. المسافة دي كلها 500 ميل تقريبا، وتعالى كده نحسبها ان الميل الواحد 1609. جرب كده تضربهم في بعض والرقم الكبير اللي هيطلع لك هيخضك، وساعتها هتقول ازاي ابو فيس يوصل له صوت افراس النهر. اقول لك ان ده هياخدنا للنقطة التانية، وهي ان لا صوت سيد قشطة مضايقه ولا حاجة، ده كان بيعلن الحرب على الملك سكن نرع بس بشياكة. وهنا تعالوا بقى نكبر لنا شوية واقول لكم ان اي حرب بتحصل زمان واليومين دول او في اي وقت في حاجة اسمها أسباب معلنة وحاجة تانية اسمها أسباب غير معلنة. يا شادن ما تقوللنا يعني إيه الكلام ده؟ الأسباب المعلنة إن أبو فيس بعت قال إن صوت فرس النهر يا عيني مصدعه، وعشان كده هتقوم حرب كبيرة بينه وبين سقن نرع. لكن السبب الحقيقي إن القائد أبو فيس كان عاوز يحكم مصر كلها من شمالها لحد جنوبها، فبالبلدي كده كان بيتلكك. وهنا افتكرت حكاية خدعة الحمل والذئب. لما وقف الذئب عند قمة النهر وقال للحمل، وللي ما يعرفش ان الحمل يبقى ابن الخروف: انت يا عم الحمل انا جاي ياكلك وارقش لك لحمك قبل عظمك. قال له الحمل: ليه يا عم الذئب؟ انا ما عملتش حاجة. قال له الذئب: ازاي؟ رجلك هناك دي كلها فتافيت وتراب وبهدلت مية النهر، وانا واقف هنا عشان اشرب، لازم اكلك واخلص منك. وقف الحمل شوية كده وفكر وقال: تشرب ومية النهر؟ قال له: ازاي يا عم الذئب؟ انت واقف عند اول النهر والمية جاية من عندك وبتعدي عليك كمان قبل مني، انا ما عكرتش المية ولا حاجة، لكن انت بتقول كده عشان تاكلني. وعلى ما فكر الذئب كان الحمل رجع وجري عند مامته. فهمتوا؟ يبقى كل مرة هنسمع عن حرب قامت أو خناقة أو حتى عركة دايماً هنفكر إن في سبب أساسي مش معروف، وفي سبب كده بيقولوا عليه تلاكيك. ولحد هنا خلصت الحكاية. طب وباقي الحدوتة يا ماما شادن هنعرفها مرة تانية عن بطل مصري همام، ملك وابن ملك، علم الهكسوس الأدب. ولو عايزين تعرفوا اسمه استنوني المرة التانية ونحكي حكاية تانية عن مصر وأبطال مصر. ما تنسوش هتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وسلام مؤقت من ماما شادن. باي باي.